هاد المراه خانت راجلها حيت ماشي ما كتبغيهش، ولكن حيت بغات تنتقم منه. وفاش عرف ما يمكنش تخيل شنو دار. سلام، سميتو يوسف، وفي هاد القناه كنبارطاجي قصص اللي ممكن تستافد منهم وتستمتع بهم في نفس الوقت. في هاد القصه ديال اليوم كاع الازمنه والاماكن واسماء الشخصيات بدلتهم باش نحافظ على الخصوصيه ديال الناس. نبداو. خديجه تلقى راجلها ورجعت لدار باها، كان كلشي كيلومها الا ولد عمها اللي كان خدام في دوله اخرى كيجمع فلوس باش يدير مشروع ديال الاحلام ديالو، واللي هو كوري كبير ديال الدجاج. هي ولد عمها كانوا جيران، دار حدا الدار، وهو كان كيجي غير مره كل 6 شهور. 2004 جا للدار وكان جمع فلوس وكان غادي مزيان في خدمته، وحيت كان هو كبير في العمر 40 سنه ومازال ما مزوج. والديه حلفوا حتى يزوجوه. وشكون اللي غادي يختاروا ليه؟ بنت عمو خديجه، حيت عارفين هاد درويشه وهما اللي رباوها. هو وافق وحتى هي وافقات وداروا حفله صغيره وتزوجوا. من بعد هو مشى للخدمه ديالو وخلاها مع الوالده ديالو. هي طبعا ما كانش عاجبها الحال حيت مزوجه وعايشه بحال اللي ما مزوجاش، ولكن راجلها كان واعده انه غير غادي يزيد يجمع الفلوس وغادي يرجع وغادي يسكن معاهم وغادي يدير المشروع ديال الاحلام ديالو وغادي يتهلا فيها. داز عامين على الزواج، كان ديما كيصيفط لها الفلوس وكان كيجي غير مره. كالعاده واحد النهار وصلت العطله وجا ولقاها كداز مع ماما. فاش دوا معاها قالت ليه بغيت داري بوحدي باش نتفاداو المشاكل. وافق وكرا ليها بوحدها، وديما كيصيفط لها فلوس، ولكن هي ولات كتقول ليه بلي ديك الفلوس ما بقاتش قدها وخصو يصيفط كثر. هي كانت كتصرف شويه وكتجمع الباقي حيت خافت انه يطلقها وترجع لدار باها وتبقى تسمع الهضره عاوتاني بحال زواجها الاول. المهم ما علينا، حتى لهنا ما كاين حتى شي مشكل. واخيرا جا النهار اللي كتسنى فيه. من بعد 4 سنين راجلها رجع للدار وجاب الفلوس باش يدير المشروع ديالو، وهي كانت فرحانه بزاف. المشروع دارو مع واحد السيد صاحبه شاركوا فيه. راجلها حط الفلوس ديالو كاملين في المشروع. هي ما عجبش الحال حيت ما خلى ليها والو، ولكن هي ما قالت والو. من بعد اسبوعين السيد نصب على راجلها ودا ليه كلشي، جمع ليه حب وتبن، وسنوات ديال الانتظار وتماره كامله ضاعوا. راجلها تحطم، لا خدمه لا فلوس لا مشروع، خسر كل شيء ولا جالس معاها وعايش معاها ديما. هي كانت يوميا كتعايرو كتقول ليه بلي ضيعتي المستقبل ديالنا، ولكن هو ما كيجاوبهاش وكيبقى غير ساكت. ولكن واحد النهار قلب ليها في حوايجها ولقاها مخبيه 10 ديال المليون. فاش واجهها قالت ليه فلوسي هذيك ودابزت معاه، وكانت هذيك هي الفلوس اللي كان كيصيفط ليها وكتخبيها وما خلاتوش يهز لها فلوسها. خلاها على خاطرها وبدا كيقلب على خدمه ولقى خدمه زوينه في مدينه اخرى وانتقل ليها ومشى كيخدم وخلاها بوحدها عاوتاني. هي ما بقاش عاجبها الحال، ولات كتحس بلي ضيعت الشباب ديالها معاه، والعلاقه الحميميه بيناتهم كانت قليله بزاف. داكشي باش بدات كتفكر انها تخونو. تعرفت على جارها اللي كان مزوج وبقات كتقرب ليه حتى طيحته في الشبكه، ولا كيجي عندها للدار. واحد النهار مع دخلته للدار مع خو راجلها غادي يشوفوهم، وصلنا على خوه وقال ليه بلي مرتك كتدخل الرجال للدار. واجها راجلها وقالت ليه بلي هذيك راه غير عائلتي كيجيو عندي، راه كنقنط وكنبقى بوحدي النهار كامل. قال لها ما يمكنش، هذاك راه خويا وحتى هو ولد عمك، كون كانوا عائلتك كان غادي يعرفوهم. قالت ليه بلي خوك غير كيدير المشاكل بيناتنا وكيحاول يبعد بيناتنا، وكذب خوه وتشيقها. وهي استمرت في العلاقه الغير شرعيه مع راجلها حتى لواحد النهار راجلها جا للدار بلا ما يعلمها، وطبعا حصلهم بجوج. بدا كيدبز مع داك السيد وهي غفلاته وضرباته لراسو من اللور، وهي غفلاته وضرباته من مور راسو وطاح غارق في الدمايات. السيد اللي معاها خاف وبدا كيترعد، ولكن هي هدناتو وقالت ليه اجي نقلبوا على شي طريقه نخبيو هذا الشيء. تسناو حتى الليل وهزوه وحطوه في طوموبيلتو وداوه لواحد البلاصه بعيده واصطنعوا حادث سير مزور، بحال مثلا هو دخل في شي بوطو وصيفطات ميساج من تليفونه لراسها قالت فيه زعما راه جاي للدار، ودارت راسها بلي راه جاوباتو عادي وقالت ليه بلي راه انا غادي نوجد كاع داكشي اللي غادي خصنا، راه توحشتك بزاف. من بعد حرقوا الطوموبيل ورجعت للدار هي وداك السيد ونظفوا كلشي وهو مشى بحاله، وهي خرجت كتقدى وكتوجد بحال اللي قالت ليه في الميساج. ولكن بسهوله تعرفات حيت اكتشفوا البوليس بان الحريق اللي طرا في الطوموبيل كان مصطنع وبلي الميساج تصيفط من بعد ما مات، وعرفوا باللي كانت كتخونو وشدوها هي وداك السيد. ومن بعد اعترفوا بكل شيء وتحكموا. الطمع زائد الخوف زائد الاهمال يقدروا يسببوا كارثه، داكشي باش الانسان خاصو يرد البال. هذه كانت القصه ديال اليوم، خلي لايك تعليق، نتلاقاو في حلقه جديده مع قصه جديده.